السلام عليكم. المقابله بالطبع كانت المقابله كان على وجهين. الشوط الاول ما كناش في المستوى اللي بغينا، ما دخلناش في المقابله. كان شويه التخوف، كان واحد التجانس في وسط الميدان والهجوم. في الشوط الثاني حاولنا نغيروا طريقه اللعب وردينا شويه يعني الطريقه اللي كتوالف مع اللاعبين. كنا يمكن احسن، وصلنا ضيعنا عده فرص. هذا كيبين ان خصنا بزاف العمل من الناحيه التكتيكيه وكذلك التقنيه باش نواصلوا المقابلات القادمه. الشوط الثاني عطانا واحد يعني واحد الثقه باش نقدروا نصلحوا المقابلات القادمه. يعني 3 ايام ديال التدريب ليست كافيه بالطبع بالنسبه لي انا، ولكن حسينا بان كاين واحد التحسن من الناحيه يعني التكتيكيه الجماعيه. فاللاعبين في الشوط الثاني كانوا احسن. حاولنا نهاجموا الاطراف الوسط والعمق الدفاع ديال الخصم. ضيعنا عده فرص، 3 فرص نظن. كاين هنا ضربه جزاء اللي عندنا في الصور انها ضربه جزاء صفرت في عده مقابلات. اليوم ما تصفراتش لينا، ما عرفتش علاش. عندنا صوره هنا واضحه ان اللاعب رقم 21 حيد اليد ديالو. ولكن هذه كره القدم، يعني الفو كونترافي اونكور، خصنا نخدموا مازال الحظوظ الوافره ان شاء الله باش نخرجوا من هذا المأزق اللي الفريق دخل ليه اللي ما يستاهلوش بصراحه. ولكن ان شاء الله انا متفائلين، مازال مقابلات اخرى اللي غنتحسنوا ان شاء الله قريبا. ان شاء الله نكون غنتحسن. كنظن ان حنا مشينا بالتركيب البشري اللي كاين موجود في لاك سونترال. اوتوماتيكمون لعبنا بالفريق اللي خصو يلعب بالنسبه لي انا، بس نظرا للمقابلات الفارقه. فاللاعب الليبي او فراس او بوبو كنقول وموكوكو احسن ظهير في الكونغو. دونك تنظن الدفاع كان في المحل ديالو. موكوكو يعني اللي كان في احسن، هذا كاين المكان ديالو. لان في عده مقابلات شفنا عبر الفيديو ما كانش ذاك المستوى في لاك سونترال. ففي الظهير لولا يعني لا بليسيور ديالو كان غادي مزيان في المقابله. وداير في ليكيب بوسو كيلعب اري لاترال درو. الدفاع كله هذاك هو المكان ديالو. في وسط الميدان كريستيان ولا الكابتن ديكيب ولا اللاعبات تنظن ما كاينش تغيير. في الهجوم نفس الشيء، كانوا جوج مهاجمين وليدات ديال الشيره جوج، وكان سبحان جناح اللي هو اصلا جناح مزور اللي حنا كنا عارفين ان الفريق